بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هناخد الدرس الأول هندسة لمنهج الترم الأول بعنوان أنواع الزوايا والعلاقات بين الزوايا. عايزك تمشي معايا خطوة خطوة، وإن شاء الله تخرج من الفيديو ده فاهم كل أفكار الدرس، وهنحل كمان تدريبات الكتاب على الدرس. ولازم من الأول تبقى فاهم أن هندسة أولى إعدادي هي أهم هندسة هتعدي عليك. ليه؟ لأن هي دايما الأساس أو حجر الأساس بتاع كل السنين اللي جاية. يعني أنت لو طالع من أولى إعدادي ممتاز في الهندسة، هترتاح في تانية وفي تالتة وكمان في ثانوي. نبدأ على بركة الله الدرس. وفي الأول عايزين نعرف يعني إيه زاوية. الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عارفين شكل الشعاع. لو أنا قلت لك كده رسمت شعاع بالشكل ده، انت عارف ان الشعاع ليه بداية بس ملوش نهاية. يعني ممكن اقول الشعاع ده مثلا اسمه بي ايه. بدايته ايه؟ بدايته البي. طب نهايته ملوش نهاية، ممتد، يبقى ده اسمه الشعاع بي ايه. جيت انا رسمت شعاع تاني من نفس نقطة بداية الشعاع ده، واخد نفس البداية هنا ان هي بي. طب اسمه بي ايه؟ مثلا هسميه بي سي. الشعاع الاحمر والشعاع الازرق نقطة بدايتهم هي بي. الشعاعين دول اتحدوا مع بعض كده وعملوا لي نفس البداية، فهم الاتنين كده بيصنعوا لي بينهم زاوية. هي دي الزاوية، شعاعين اتحدوا مع بعض وليهم نفس نقطة البداية. طب اقرا الزاوية دي ازاي؟ قبل ما نعرف نقرا الزاوية ازاي، تبقى لازم عارف ان الشعاعين دول اسمهم ضلع الزاوية. يعني الشعاع الاحمر ده ضلع في الزاوية، والشعاع الازرق ده ضلع الزاوية برضو. الركن اللي في النص ده ان هو نقطة البداية بتاعت الشعاعين اسمها ايه؟ اسمها رأس الزاوية. طب انا عرفت الزاوية، الشعاعين اتحدوا مع بعض وليهم نفس نقطة البداية. طيب بنقرا الزاوية ازاي؟ الزاوية بنقراها يا اما بالثلاث حروف يا اما بحرف واحد. طب تعالى الاول نقراها بالثلاث حروف. عشان اقرا الزاوية بالثلاث حروف لازم الحرف اللي هو رأس الزاوية لازم يبقى في النص. البي دي لازم تبقى في النص، فانا هقول عليها مثلا زاوية سي بي اي. سي بي اي. انا خليت البي في النص ليه؟ عشان هي رأس الزاوية. يعني بدأت من فوق هنا كده، قلت سي ورحت البي وبعد كده رحت الايه. كأني كده بنظري رسمت الشعاعين دول، يبقى انا اقصد الزاوية هي اللي وسط الشعاعين دول. واحد تاني يقول لي لا انا هقراها من عند الايه، اقول له ماشي، يبقى زاوية A B C. بدأ من عند الايه وراح للبي، ومن البي راح للسي، يبقى برضو بالنظر رسم الشعاعين، يبقى الزاوية هي اللي وسط الشعاعين دول. وبرضو خلى حرف البي ان هي رأس الزاوية في النص. واحد تاني عايز يريح نفسه ويقراها بحرف واحد. ايه هو الحرف اللي هقرا بيه الزاوية؟ لازم يكون هو رأس الزاوية. يعني اقول له زاوية بي ان هو رأس الزاوية. ما ينفعش هنا اقول زاوية سي او زاوية ايه، لا، عايز تقراها بحرف واحد يبقى من رأس الزاوية. في طريقة تانية ممكن تسمي الزاوية دي مثلا واحد او زاوية اتنين لو انت عندك اكتر من زاوية، وتقول لي دي زاوية واحد، اديتها رقم كده. يبقى ده يعني ايه زاوية وازاي نقرأ الزاوية. ايه الأداة اللي احنا بنستخدمها في قياس الزاوية؟ كلنا عارفينها من ابتدائي، هي المنقلة. المنقلة بنستخدمها في قياس الزاوية. يعني اقول الزاوية دي قياسها 30 40 50. انت سمعت مني ارقام. طب هقول 30 ايه او 40 ايه او 50 ايه؟ اقول 30 مثلا درجة، دي علامة الدرجة ان هي الدايرة الصغيرة دي، او 40 درجة او 50 درجة. يبقى انا عرفت كده الأداة اللي بنستخدمها في قياس الزاوية هي المنقلة. الوحدة بتاعة قياس الزاوية هي الدرجة، اللي هي الدايرة الصغيرة اللي فوق العدد.
طب ايه هي انواع الزوايا وبرضه عارفينها من ابتدائي؟ اول زاوية اسمها زاوية صفرية، من اسمها كده. اقول لك قياسها كام، تقول لي قياسها 0 درجة. طب يبقى شكلها ازاي الزاوية الصفرية؟ احنا قلنا الزاوية هي اتحاد شعاعين، فده بيبقى اول شعاع. طب الشعاع التاني بيبقى منطبق عليه فوق الشعاع ده على طول، فهنا ما عملوليش اي ركن اقدر اقول عليه زاوية. الشعاعين جم فوق بعض، يبقى دي اسمها زاوية صفرية. افتكر دايما الزاوية بالأوضة عندك، الحيطة دي جنب الحيطة دي عملوا لك ركن في النص، الركن ده هو الزاوية. بس في الحيطان بتاعة الأوضة بيبقى في الغالب الزاوية بينهم قائمة، يعني ب90 درجة. أنا مرتب لك هنا الزوايا من الصغير للكبير. الزاوية اللي بعد كده زاوية حادة، هي أكبر من الصفرية، يبقى أكيد الزاوية الحادة قياسها أكبر من 0. طب أقل من مين؟ أقل من اللي بعدها، أن هي القائمة. وأنا هنا هقول لك القائمة بكام؟ القائمة ب90، يبقى الحد أكبر من 0 وأقل من 90. أي عدد أديهولك أكبر من 0 وأقل من 90 وأقول لك نوع الزاوية إيه؟ قول لي حادة. يعني لو اديتك زاوية قياسها 30 نوعها إيه؟ تقول لي ده أقل من 90 حادة، 40 حادة، 50 60 70 80 89 حتى برضه حادة. طالما أقل من 90 يبقى حادة. شكلها إيه الزاوية الحادة؟ ده الضلع الأول بتاعها، وده الضلع التاني بتاعها، اللي في النص بينهم كده هو الزاوية الحادة أقل من 90. لسه متكلمين عن الزاوية القائمة وقلنا قياسها 90 درجة بالظبط، ولا ينفع يكون أكتر ولا ينفع يكون أقل. طب شكلها إيه الزاوية القائمة؟ بيكون الضلعان بتوعها متعامدان. يعني إيه متعامدان؟ ده ضلع بالشكل ده، يجي الضلع التاني نازل عدل عليه على طول كده، نازل عمودي عليه، فبيديني زاوية قائمة بتبقى بالشكل ده. اللي بين الضلعان المتعامدان دول اسمها زاوية قائمة. طب نيجي لنوع الزاوية التانية وهي الزاوية المنفرجة، وانا طالما كاتبها بعد القائمة يبقى اكيد هي اكبر من القائمة. ده اول ضلع ليها. الضلع التاني هل اخليه عمودي؟ لا، كبره شوية، كبره شوية بالشكل ده. يعني افتح الزاوية شوية، خلي اللي بين الضلعين يكون اكبر من 90 دي، يبقى دي او ده شكل الزاوية المنفرجة. طب قياسها كام الزاوية المنفرجة؟ قياسها اكبر من اللي قبلها، اللي هي اكبر من 90 واقل من اللي بعدها. مين اللي بعدها؟ المستقيمة، وهنجيلها بعد كده. المستقيمة بتبقى 180 بالظبط. يبقى المنفرجة بين القائمة وبين المستقيمة يبقى أكبر من القائمة وأصغر من المستقيمة، يعني أكبر من 90 وأقل من 180 درجة. يبقى دي المنفرجة. يعني أدي لك أي عدد بين 90 وال180 وأقول لك نوع الزاوية إيه؟ قول لي منفرجة. يعني أقول لك زاوية قياسها 100 تقول لي منفرجة، ده أكتر من 90 وأقل من 180. أقول لك 120 150 160 170 179 برضه منفرجة، لأن طالما أقل من 180 وأكبر من 90 يبقى دي منفرجة. نيجي للمستقيمة ولسه متكلمين عنها. قياسها 180 درجة بالظبط، ولا تنفع أقل ولا تنفع أكتر. طب الضلعين بتوعها بيبقى شكلهم إيه؟ هي من اسمها مستقيمة، يبقى الضلعين على استقامة واحدة. يعني أنا رسمت أول ضلع كده، يبقى تاني ضلع على نفس الاستقامة. يبقى الزاوية اللي بين الضلع الأحمر والأزرق الضلعين دول على نفس الاستقامة، يبقى اسمها زاوية مستقيمة. قياسها كام بالظبط؟ قياسها 180. آخر زاوية معانا وهي الزاوية المنعكسة. طالما قلت منعكسة بعد المستقيمة يبقى أكيد هي أكبر من المستقيمة، يعني قياسها أكبر من 180 بس أصغر من إيه؟ أقول له أصغر
من 360. وقبل ما تستعجل وتقول لي الرسمة اللي انت راسمها دي زاوية حادة، لا، انا ما اقصدش اللي بين الضلعين جوه هنا. اللي بين الضلعين من جوه دي اسمها زاوية حادة، انما الزاوية المنعكسة بتبقى التكملة بتاعة الدايرة من بره. اللي بره دي اسمها زاوية منعكسة. طب انا طالما قلت دايرة، يبقى الدايرة كنا عارفينها من ابتدائي مجموع الزوايا بتاعتها 360. يبقى معنى كده ان انا عرفت ان الزاوية اللي جوه زائد المنعكسة بتاعتها اللي بره هما الاتنين دايرة كاملة، يعني هما الاتنين ب 360. لكن المنعكسة بس اقل من 360 واكبر من 180. برضو ببساطة يعني ايه عشان اتلخبطنا؟ لما اجي اقول لك مثلا زاوية قياسها 60، دي جوه زاوية عادية بين الضلعين، المنعكسة بتاعتها بكام؟ تقول لي 360 ناقص 60 فيديني 300. ليه؟ لأن الزاوية اللي جوه والمنعكسة بتاعتها ان هي بره هما الاتنين ب 360. انت مديني واحدة ب60، يبقى التانية بقت 360 ان هي 300. يبقى قبل ما نخرج من الشريحة دي انا هنا عامل لك بالاحمر اسامي الزوايا اللي لها قياس بالظبط، ما ينفعش تزيد عنه او تقل عنه. هي الزاوية الصفرية قياسها بالظبط 0، الزاوية القائمة قياسها بالظبط 90 ولا اكتر ولا اقل، الزاوية المستقيمة قياسها بالظبط 180. بين الصفرية وبين القائمة تبقى حادة، يعني اكتر من الصفرية ان هي 0 واقل من القائمة ان هي 90 فيبقى حادة. بين القائمة والمستقيمة يبقى منفرجة، يعني اكبر من القائمة ان هي اكبر من 90 واقل من اللي بعدها ان هي 180 تبقى منفرجة. اكتر من 180 يعني اكبر من المستقيمة تبقى اسمها منعكسة. الفكرة اللي بعد كده هي القياس الستيني للزاوية. ايه هو القياس الستيني؟ القياس الستيني بيقسم لي الدرجة لاجزاء اقل منها. يعني انا لو قلت لك 1 درجة عايز اقسمها، تقول لي ممكن اقسمها لدقايق وثواني. بنقول ال1 درجة فيها 60 دقيقة، الدقيقة الرمز بتاعها شرطة واحدة كده. نفتكرها دايما بالساعة، كأني بقول الساعة فيها 60 دقيقة، يبقى الدرجة فيها 60 دقيقة. طب ال1 دقيقة فيها 60 ثانية، الثانية العلامة بتاعتها بنعملها شرطتين بالشكل ده. يبقى من الأول الدرجة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. هيفيدني بإيه الكلام ده؟ لو أنا قلت لك حدد لي نوع الزاوية اللي قياسها 89 درجة، تقول لي دي أقل من 90 يبقى حادة. طب لو أنا قلت لك 89 درجة و60 دقيقة، في الحالة دي بقت إيه؟ في الحالة دي بقت قائمة. ليه؟ ما احنا لسه متفقين ال60 دقيقة بيساوي درجة، الدرجة فيها 60 دقيقة، فأنا هاخد ال60 دقيقة دي أحولهم لدرجات فتطلع لي درجة واحدة. اجمع الدرجة مع ال89 درجة يدي لك 90 درجة، يبقى كده بقت إيه؟ بقت قائمة. طب أدي لك سؤال تاني محير شوية. أقول لك هي نفس الزاوية 89 درجة لغاية كده حادة أقل من 90، طب 60 دقيقة، تقول لي لغاية كده بقت قائمة. ال60 دقيقة بيساوي درجة، الدرجة زودها على 89 فبقت 90، فكده بقت قائمة. أقول لك 62 ثانية، في الحالة دي بقت أكتر من 90. ليه؟ أنا هاخد ال60 دي أحولها لدرجات، أزودها على الدرجات فبقت 90. طب ما أنا عندي 62 ثانية، ال 62 ثانية دي عبارة عن دقيقة وثانيتين، ما أنا عارف إن الدقيقة فيها 60 ثانية، فدي دقيقة وثانيتين، فبقت كده شلت الدقايق خليتهم درجة فبقوا 90، اتبقى معايا 62 هنا ثانية، ده عبارة عن دقيقة فيها 60
واتبقى كمان ثانيتين، يبقى دي اكتر من 90. دي 90 ودقيقة وثانيتين، طالما اكتر من 90 يبقى اسمها كده منفرجة او نوعها منفرجة. طب تعالى نفهم الكلام ده بالمثال ده. بيقول لي اذكر انواع الزوايا التي قياس كل منها. اول واحدة 57، دي اقل من 90 واكتر من الصفر، يبقى دي حادة. طب تاني واحدة 117 درجة، والله دي اكتر من 90 واقل من 180، يبقى دي منفرجة. طب 180 بالظبط، ده قياس زاوية ليها قياس بالظبط 180، ان هي المستقيمة. طب 89 درجة و60 دقيقة، والله لو 89 درجة بس اقل من 90 يبقى حادة. طب ال60 دقيقة ده عبارة عن درجة، فالدرجة زودها على 89 واشطب ال60 دي فبقت 90. 90 بالظبط نوعها ايه؟ اقول له قائمة. طب رقم 5 هتلخبطنا شوية. لو قال لي 179 بس، يعني اقل من 180، كنت قلت له منفرجة. طب لو قال لي 179 و60 دقيقة، كنت قلت له ال60 دقيقة اخدها احولها لدرجات، ازودها على 189 فتبقى 180، كده بقت ايه؟ مستقيمة. طب هنا بيقول لي و62 دقيقة، ده عبارة عن 60 زائد 2. ال60 دقيقة شيلها وزودها على الدرجات فبقت 189 زائد 1 يدي لك 180. اتبقى معاك كام دقيقة؟ اتبقى معايا دقيقتين. هل كده تفضل مستقيمة؟ لو 180 بس يبقى مستقيمة، لكن دي 180 ودقيقتين، طالما زادت عن 180 يعني زادت عن المستقيمة، يبقى اسمها منعكسة. اللي أكبر من 180 وأقل من 360 هي المنعكسة. الفكرة التانية معانا هي الزاويتان المتجاورتان. من اسمهم كده متجاورتان يعني جيران، يعني جنب بعض. بس مش أي زاويتين جنب بعض ينفع أقول عليهم متجاورتان. إيه الشروط اللي تخليني لما أشوف زاويتين أقول عليهم متجاورتان؟ هم ال3 شروط اللي أنا كاتبهم لك دول. أن الزاويتين يشتركوا في رأس، لازم يكون في رأس مشترك، والزاويتين يشتركوا في ضلع، لازم يكون في ضلع مشترك بينهم، والضلعان المتطرفان يعني اللي على الطرف يكونوا في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. أنا عارف أن أنت مش فاهم حاجة، تعال نوضح الكلام ده بالرسمة دي مع بعض واحدة واحدة كده، وأقول لك اقرأ الزاوية اللي أنا كده حصرتها بين الضلع الأحمر والضلع الأزرق. احنا متفقين قراءة الزاوية لازم رأس الزاوية يكون في النص، فأنا هقرأ مثلا من هنا A B D، فهقول الزاوية دي اسمها A B D. طب اقرأ الزاوية التانية اللي جنبها اللي أنا هقول عليهم بعد شوية متجاورتان، إن هي الزاوية دي اللي بين الضلع الأحمر والضلع الأزرق، برضو رأس الزاوية إن هو B خليه في النص، فهنسميها C B D. فأنا هقول هنا زاوية C B D واحدة واحدة وهتفهم كل حاجة. الزاوية اللي هي تحت دي زاوية A B D. أول حاجة رأس الزاوية إيه؟ اللي في النص ده، تقول لي B. طب الزاوية اللي هي فوق دي إن هي زاوية C B D، رأس الزاوية اللي في النص إن هو مين؟ B. يبقى رأس الزاوية اللي على اليمين B، ورأس الزاوية اللي على الشمال برضو B، يبقى معنى كده اشتركوا في رأس، يبقى اتحقق معايا أول شرط. طب الشرط التاني يكون لهم ضلع مشترك. بص معايا في الزاوية اللي هنا دي، في ضلع اسمه BA وفي ضلع أحمر اسمه BD. طب بص على الزاوية اللي فوق، في ضلع اسمه BC ونفس الضلع الأحمر أن هو BD، يبقى الزاويتين اشتركوا في الضلع الأحمر اللي في النص، يبقى اتحقق معايا تاني شرط أن الزاويتين اشتركوا في ضلع. طب إيه الشرط التالت؟
الضلعان المتطرفان ان هم على الطرف يكونوا في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. الضلع المشترك الاحمر ده، الضلع ده على يمين الضلع المشترك، يبقى الضلع التاني اللي على الطرف يكون على شمال الضلع المشترك. الضلع المشترك الاحمر، الضلعان المتطرفان اللي على الطرف واحد على يمين الاحمر يبقى التاني على شماله. ما ينفعش هما الاتنين يكونوا على يمينه ولا هما الاتنين يكونوا على شماله. طب يجي هنا واحد يسألني يقول لي لو اتحقق شرط واحد او اتنين من التلاتة، اقول له ما يبقوش متجاورتان. عشان يبقوا متجاورتان لازم التلات شروط يتحققوا مع بعض. لو اختل شرط واحد منهم ما يبقوش متجاورتان. طب انا عرفت التلات شروط من الرسمة، ممكن اعرف التلات شروط من اسماء الزوايا؟ ممكن. انا اول زاوية عندي اسمها A B D، هعرف منها اول شرطين. احنا قلنا لما نيجي نكتب الزاوية، رأس الزاوية يتكتب فين؟ في النص. يبقى هنا رأس الزاوية اللي في النص ده ان هو B. طب هنا اللي في النص برضو رأس الزاوية، يبقى رأس الزاوية برضو B. يبقى اشتركوا في نفس الرأس ان هي B. يبقى اتحقق معايا اول شرط من اسم الزاوية. عرفت ان اللي في النص ده هو رأس الزاوية، هنا الرأس B وهنا الرأس B. خلاص يبقى اتحقق اول شرط. طب الشرط التاني، شوف الحرفين المتكررين هنا وهنا، هتلاقي نفس الحرفين هنا ونفس الحرفين هنا. هتلاقي هنا BD وهنا BD. ده ضلع اسمه BD وده نفس الضلع اسمه BD. يبقى هما الاتنين اشتركوا في الضلع BD. يبقى الضلع المشترك في الاتنين هو الBD. ليه؟ لأن الحرفين دول هما اسم الضلع، لقيتهم هنا ولقيتهم برضو هنا. وهبص على الرسمة هلاقي الBD الأحمر هو فعلا الضلع المشترك بين الزاويتين. الشرط الثالث طلعه من الرسمة، الضلع المشترك الأحمر، الضلع بتاع الزاوية الأولى اللي على الطرف على يمين الأحمر، الضلع اللي على الطرف بتاع الزاوية التانية على شمال الأحمر. يبقى كده الضلعان المتطرفان في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. طب تعالى نأكد الكلام ده بمثال. مديني مثال هنا في الكتاب بيقول لي زاوية ABD وزاوية ABC. زاوية ABD ان هي الصغيرة اللي تحت دي، ABC كلها. هل دول متجاورتان؟ تعال نشوف. من اسم الزاوية طلع الضلع المشترك. هنا بيقول لي ABD وهنا ABC. من الحرفين المتكررين هنا AB وهنا AB، يبقى الضلع المشترك هو AB. تعال نعلم عليه بالأحمر، هتلاقيه الضلع ده ان هو BA. يبقى ده الضلع المشترك. الخطأ هنا فين؟ اللي خلاني اقول ان الزاويتين مش متجاورتان فين؟ ان الضلع المشترك الاحمر الضلعين التانيين على نفس الجهة منه، هما الاتنين شماله. احنا قلنا في شرط ان الضلعان المتطرفان او الضلعان التانيين لازم يبقى واحد على يمين المشترك وواحد على شماله. انا حددت المشترك هنا ان هو BA. الضلعين الاتنين التانيين هما الاتنين في جهة واحدة، هما الاتنين فوقه. لازم يبقى واحد فوق واحد تحت، واحد يمين المشترك واحد شماله. يبقى دول مش متجاورتان. طب الزاويتين اللي هو محددهم لي في الشكل رقم 2، من الشكل نفسه دي زاوية واللي فوق دي زاوية، هل اشتركوا في الرأس؟ رأس الزاوية دي اسمها B اهو الحرف اللي في النص، ورأس الزاوية دي اسمها D. يبقى هنا اختل شرط. ايه هو الشرط اللي اختل؟ اللي هو ما اشتركوش في رأس. من غير ما ادور على باقي الشروط خلاص دول مش متجاورتان. لازم لما يكونوا متجاورتان لازم يتحقق الثلاث شروط مع بعض. الفكرة اللي بعد كده الزاويتان المتتامتان. ايه هما الزاويتين المتتامتان؟ لازم يكون مجموعهم 90. يعني انا مثلا اديتك الزاوية دي ب30 درجة، يبقى لازم الزاوية دي تكون ب60. هما الاتنين لما نجمعهم يدينا 90، يبقى اقول له الزاوية دي تتمم الزاوية دي. يعني ايه تتمم؟ يعني هما الاتنين متتامتان.
طب لازم الزاويتين يكونوا جنب بعض؟ لا، اي زاويتين مجموعهم 90 يبقى متتمتان. طب لما يكونوا جنب بعض ومتجاورتان برضه هيكون مجموعهم 90. يبقى انا هرسم زاوية واحدة كده ب90، ان هي الزاوية القائمة اللي لسه متكلمين عليها من شوية، واقسمها زاويتين. اقسمها زاويتين يبقى هما الزاويتين دول ب90. اقول له مثلا الزاوية اللي تحت دي ب30، الزاوية اللي فوق مثلا ب60، هما الاتنين مجموعهم 90 يبقى دول متتمتان. بس في الحالة دي دول زاويتان متتمتان متجاورتان. متتمتان ليه؟ لأن مجموعهم 90. طب متجاورتان ليه؟ لأن حققوا لي ال3 شروط بتوع المتجاورتان. هما الاتنين اشتركوا في نفس الرأس، هما الاتنين لهم ضلع مشترك ان هو الأحمر ده، اللي ضلعين التانيين على جهتين مختلفتين من الضلع المشترك، واحد تحت المشترك وواحد فوقه، يبقى دول متتمتان عشان مجموعهم 90 وفي نفس الوقت متجاورتان. لكن دول بعاد عن بعض، دول متتمتان بس عشان مجموعهم 90. يبقى انا هنا هخرج بفكرة وهنجيلها في حل التدريبات. اقول لك الزاويتان المتتمتان المتجاورتان، الضلعان المتطرفان مالهم؟ يعني ايه الضلعان المتطرفان؟ يعني اللي على الطرف، الضلع الازرق ده والضلع الازرق ده. تقول لي الاتنين دول الضلعان المتطرفان لما يكونوا زاويتين متتمتان ومتجاورتان، اقول له الضلعان المتطرفان متعامدان. متعامدان يعني كل ضلع عمودي على التاني. طالما الضلعان متعامدان يبقى بيعملوا لي زاوية في النص كده ب90. قسمت ال90 دي لجزئين، جزء 30 وجزء 60، خلاص يبقى الزاويتين دول اسمهم متتمتان ومتجاورتان، والضلعين اللي على الطرف متعامدان. طب هو لازم 30 و60؟ لا، واحدة 20 والتانية 70، واحدة 10 والتانية 80، المهم ان هما الاتنين مجموعهم 90. بعد كده الزاويتان المتكاملتان، مالهم الزاويتين المتكاملتان؟ مجموع قياسهم 180. يعني مثلا اقول لك الزاوية دي ب30، يبقى دي بكام؟ تقول لي ب150. دي 30 درجة يبقى دي ب150 درجة. ليه؟ عشان لما اجمع ال30 وال150 يدونا 180. ليه 180؟ عشان دول زاويتان متكاملتان، لازم مجموع قياسهم يكون 180. طب لازم المتكاملتان يكونوا جنب بعض؟ لا، عادي. طب لو كانوا جنب بعض وكانوا متجاورتان، في الحالة دي يبقى انا هرسم زاوية واحدة ب180 واقسمها لجزئين. الزاوية الواحدة اللي هي ب180 كان اسمها ايه؟ كان اسمها مستقيمة. كنا بنرسم الزاوية المستقيمة الضلعين بتوعها بيكونوا على استقامة واحدة. دي كده زاوية واحدة ب180، هقسمها جزئين. جزء الزاوية اللي على اليمين دي ب30، يبقى الجزء التاني اللي على الشمال ب150. قلت لك دي ب30 درجة، تقول لي يبقى اللي جنبها ب150 درجة. هما الاتنين كده الزاوية المستقيمة لما قسمتها الجزئين، المستقيمة كانت ب180، قسمتها الجزئين، يبقى الجزئين دول او الزاويتين دول اسمهم متكاملتان. بس دول مش اي متكاملتان، دول متكاملتان ومتجاورتان. برضو نفس الكلام اللي قلناه. ليه متكاملتان؟ عشان مجموعهم 180. طب ليه متجاورتان؟ عشان يتحقق لي ال3 شروط بتوع المتكاملتان. هما الاتنين الزاوية دي والزاوية دي اشتركوا في الضلع الأحمر اللي في النص، وهما الاتنين اشتركوا في نفس الرأس، والضلعين المتطرفين تعالى سميها لك مثلا B، وهنا C، وهنا D، وهنا مثلا A. تقول لي الضلعان المتطرفان ان هو BC وBA على جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. يعني الضلع المشترك اهو في النص، في ضلع على يمينه وضلع على شماله، ضلع على يمين المشترك وضلع على شمال المشترك. يبقى تحقق لي ال3 شروط بتوع الزاويتين المتجاورتان
يبقى دول متجاورتان وفي نفس الوقت متكاملتان عشان مجموعهم 180. اجي هنا اديلك سؤال زي اللي سألته لك في الزاويتان المتتمتان، اقول لك الضلعان المتطرفان اللي على الطرف الضلع بي سي ده والضلع بي ايه للزاويتان المتكاملتان المتجاورتان مالهم؟ تقول لي والله الضلعين دول على نفس الاستقامة، الضلعين اللي بالازرق دول على نفس الاستقامة، يبقى الضلعان المتطرفان مالهم؟ اقول له على استقامة واحدة. لكن في السؤال اللي قبله ان هو بتاع الضلعان المتطرفان للزاويتان المتتمتان ان هما ب90 ومتجاورتان، قلت لي الضلعان اللي على الطرف دول متعامدان، لكن الضلعان اللي على الطرف للزاويتان المتجاورتان ومتكاملتان تقول لي على استقامة واحدة. اخر فكرة في الدرس قبل ما ندخل على حل التمارين هو منصف الزاوية. ايه هو منصف الزاوية؟ ده بيبقى شعاع بيقسم لي الزاوية لزاويتين متطابقتين. يعني ايه متطابقتين؟ يعني متساويتان في القياس. يبقى انا لو عندي زاوية بالشكل ده عايز انصفها هروح راسم شعاع، الشعاع ده يقسم لي الزاوية لنصين قد بعض بالظبط، يبقى الشعاع اللي انا رسمته ده اسمه منصف الزاوية، يخلي لي الزاوية اللي تحت دي قد الزاوية اللي فوق. فالاحمر ده هسميه منصف زاوية لان هو قسم لي الزاوية لزاويتين قد بعض بالظبط. لغاية كده احنا خلصنا كل افكار الدرس كشرح. تعال نأكد على الشرح ده بحل تمارين الكتاب. هنا بيقول لي اكتب قياس الزاوية التي تتمم كل من الزوايا التي قياساتها كالتالي. اول ما يقول لي تتمم افتكر على طول الزاويتان المتتمتان اللي مجموعهم ب90، يعني الزاويتين دول ب90، مديني واحدة ب60 يبقى التانية بكام اللي تتممها؟ اقول له 30. جت منين؟ اول ما يقول لي تتمم اقول له هما الاتنين ب90 انقص منهم الزاوية اللي انت مديها لي 90 انقص منها 60 فيديني 30، يبقى الزاوية الاولى كده اللي تتممها هي ال30. طب هنا مديني 45 برضه بيقول لي تتمم، يعني هما الاتنين متتمتان، اطرح 90 ناقص اللي مديها لك يدي لك 45، 90 ناقص 45 يديني 45. طيب هنا 22 ونص برضو اطرح 90 ناقص 22 ونص، عايز تكتبها نص كده ماشي، عايز تكتبها على الآلة الحاسبة 5/10 برضو ماشي، هيدي لك 67 ونص. قول له 67 ونص درجة. هنا 25 درجة و60 دقيقة، احنا اتفقنا ال60 دقيقة دي اشطبها وزودها درجة، يبقى الزاوية دي اصلا ب26، اللي تتممها بكام؟ تقول له 90 ناقص 26، اعملها على الآلة الحاسبة او اطرحها بنفسك يدي لك 64. يبقى الزاوية اللي بتتمم الزاوية اللي هو مديها لي دي هي 64 درجة. طب اللي بتتمم الصفر قول له والله اللي بتتمم الصفر هطرح 90 ناقص صفر فيبقى 90 زي ما هي. يبقى ببساطة لما اجي ادي لك زاوية واقول لك هات لي اللي تتممها اطرح 90 ناقص الزاوية اللي انا مديها لك يدي لك الزاوية اللي تتممها. طب هنا بيقول لي اكتب قياس الزاوية التي تكمل افتكرها بالمتكاملتان، هما الاتنين لازم يبقوا ب180. يبقى انا عرفت كده ان انا عشان اطلع زاوية تكمل زاوية اطرح 180 ناقص الزاوية اللي مديها لي. فاول واحدة بيقول لي 10، اقول له 180 الزاويتين على بعض انقص منهم ال10 يديني الزاوية اللي تكملها ان هي 170. طب هنا 117 قول له 180 ناقص 117 يدي لك 63، يبقى اللي تكملها 63. جت منين؟ اول ما قلت لي تكمل اقول 180 ناقص اللي مديها لي. طب 92 ونص برضه تكمل، يعني 180 ناقص 92 ونص هيدي لك 87 ونص. طب 180 اللي تكملها كام؟ اقول له صفر. ليه؟ لان المتكاملتان ب180، انت مديني واحدة ب180
هقول لك كده هما الاتنين ب180، اشيل منهم اللي انت مديها لي اللي هي 180، يبقى 180 ناقص 180 يدينا صفر. طب اخر واحده 141 درجه و60 دقيقه، زي ما اتفقنا ال60 دقيقه دي عباره عن درجه، يبقى الدرجه هزودها على 141 تبقى 142، يبقى الزاويه دي ب142 درجه. اللي تكملها اطرح 180 ناقص ال 142 لان هما الاتنين ب180 يدي لك 38، يبقى اللي تكملها 38. يبقى ببساطه لما اقول لك تتمم 90 ناقص اللي مديها لك، تكمل بالكاف 180 ناقص اللي مديها لك. ناخد شويه مسائل اكمل عشان ناكد برضو على فهم الدرس. بيقول لي الزاويه هي ايه؟ اقول له هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطه البدايه زي ما شرحناها في الجزء بتاع الشرح. رقم 2 منصف الزاويه ايه؟ بالبلدي كده هو الشعاع اللي بيقسم لي الزاويه لنصين قد بعض، طالما اسمه منصف هكتبها له ازاي؟ اقول له هو الشعاع الذي يقسم الزاويه الى زاويتين متطابقتين. متطابقتين يعني متساويتين في القياس، يعني قد بعض. 3 بيقول لي الزاويتان المتتامتان هما زاويتان مجموع قياسهم كام؟ اقول له 90. طيب 4 الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسهم كام؟ اقول له 180. 5 بيقول لي الزاويتان المتجاورتان يعني جنب بعض اتحقق فيهم ال3 شروط اللي اتفقنا عليهم. الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع نقطة بدايته على هذا المستقيم تكونان ايه؟ تعال نرسم الكلام اللي هو مديهولي واحنا هنفهمه. هو بيقول لي حادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع، تعال نرسم مستقيم، ده المستقيم خط مستقيم اهو، وبيقول لي وايه كمان؟ وشعاع، والمستقيم والشعاع عملوا لي زاويتين، يبقى انا هرسم الشعاع مثلا كده. الزاويتين دول انت شايف ان هما ايه؟ دول زاويتان متجاورتان جنب بعض. طب مجموع قياسهم كام؟ تقول لي والله لو هي زاوية واحدة على المستقيم يبقى زاوية مستقيمة ب180. طب انا قسمتها لك زاويتين يبقى هما الاتنين ب180. مين يا ترى الزاويتين اللي ب180؟ اكيد المتكاملتان، يبقى هنا هقول له تكونان متكاملتان لان هو بيسألني على زاويتين. لكن لو سألني على زاوية واحدة بس ب180 اقول له مستقيمة، لكن زاويتين بعد ما رسمتهم لقيتهم ب180 قول له متكاملتان. دول مثنى يبقى اقول له متكاملتان، لكن زاوية واحدة مفرد ب180 اقول له زاوية مستقيمة. هنا بيقول لي الزاويتان المتجاورتان جنب بعض اللتان ضلعاهما المتطرفان متعامدان. طب تعال ارسم الضلعين اللي على الطرف ويكونوا متعامدان بالشكل ده، واحد عمودي على التاني، وهو بيكلمنا على زاويتين. خلاص اقسم دي زاويتين، مش لازم يبقوا قد بعض يعني. هي لو زاوية واحدة تبقى بكام؟ الضلعين المتعامدان كده لو زاوية واحدة تبقى ب90. طب انا قسمتها لك زاويتين، ال90 دول مين الزاويتين اللي مجموعهم 90؟ اكيد المتتامتان. انت بتكلمنا عن الزاويتين اقول لك يكونان متتامتان. 7 بيقول لي الزاويتان المتجاورتان، طالما طلب مني زاويتان هقول له يا اما متتامتان يا اما متكاملتان. طب بيقول لي اللتان ضلعاهما المتطرفان على استقامة واحدة. بص كده في الشكلين اللي انا كنت راسمهم، ده ضلع وده ضلع، هما الاتنين على استقامة واحدة، يبقى ادالك زاويتين ايه؟ زاويتين ب180، يبقى نوعهم ايه؟ تقول له متكاملتان. طب هنا بيقول لي اذا كانت الزاويتان المتجاورتان متكاملتين، هي الشكل ده، لو كانوا متكاملتين ضلعيهما المتطرفان يكونان ايه؟ اقول له اهو ده شكل الزاويتين المتكاملتان. انت بتسألني عن الضلعين المتطرفين، الضلعين مالهم هنا؟
اقول له على استقامة واحدة. 9 بيقول لي اذا كان الام دي يعني قياس زاوية ايه ب50، فان قياس زاوية ايه المنعكسة، اقول له الزاوية والمنعكسة بتاعتها لازم يكونوا ب360. افكرك بيها، دي زاوية المنعكسة بتاعتها بتبقى بره كده، هما الاتنين بيصنعوا لي دايرة، يعني هما الاتنين بيبقوا ب360. فلما تديني واحدة وتطلب مني المنعكسة بتاعتها، اقول له 360 ناقص اللي مديهالي، 360 ناقص 50 يدينا 310. 10 بيقول لي اذا كان قياس زاوية اكس المنعكسة ب237، يبقى قياس زاوية اكس بس بكام؟ لسه قايلينها، هما الاتنين الزاوية والمنعكسة بتاعتها ب360. اديتك واحدة وعايز التانية، اطرح 360 ناقص اللي مديهالك، يبقى 360 ناقص 237 يدينا 123. 11 بيقول لي قياس الزاوية التي تكافئ قائمتين. اقول له ثانية واحدة، انت عايز قياس يعني عايز نكتب لك عدد كده، انت بتقول لي تكافئ قائمتين، طب ما هي القائمة الواحدة ب90، يبقى قائمتين 90 و90 180. وبيقول له تسمى زاوية ايه، يعني اللي ب180 دي زاوية ايه؟ وما تقوليش هنا متكاملتين، انا بسألك على زاوية واحدة مش زاويتين. الزاوية الواحدة اللي ب180 اسمها ايه؟ تقول لي مستقيمة. 12 الزاوية التي قياسها 50 تتمم زاوية قياسها، اقول له 40. ليه؟ تتمم يعني هما الاتنين متتمتان، يعني هما الاتنين ب90، يبقى 90 ناقص 50. وبيقول لي وتكمل زاوية قياسها ايه؟ اقول له تكمل يعني هما الاتنين لازم يكونوا ب180. انت مديني واحدة ب50، يبقى اللي تكملها 130. 180 ناقص 50. 13 بيقول لي الزاوية اللي قياسها كام تتمم زاوية قياسها 30. اقول له والله طالما تتمم يبقى هما الاتنين ب90، انت بتديني واحدة ب30 يبقى اللي تتممها 60، او الزاوية اللي ب60 تتمم 30. بيقول لي وتكمل زاوية كام؟ الزاوية الأصلية عندك ب60، تكمل كام؟ أقول له 120، لأن 60 و120 يدينا 180 يبقوا متكاملتين، و60 و30 يدينا 90 ان هما متتامتان. 14 الزاوية اللي قياسها كام تتمم زاوية قياسها كام وتكمل زاوية قياسها 150. خد من اللي تكمل دي، لو اللي تكملها 150 يبقى هي الزاوية بكام؟ ب30، هما الاتنين ب180. طب لما تبقى الزاوية ب30 يبقى اللي تتممها بكام؟ 60، عشان هي واللي تتممها يبقوا ب90. نيجي هنا عشان دي بتلخبط طلبة كتير لازم نركز فيها. انا لما كنت بدي لك قياس زاوية واطلب منك المتممة ليها كنت تطرح 90 ناقص اللي مديها لك، فكنت بتديني رقم 30 40 50 60. طب هنا انا هدي لك نوع زاوية واقول لك اللي تتممها او تكملها، فلازم هنا تديني نوع زاوية ما تدينيش ارقام. انا هنا لما كنت بدي لك مثلا 50 قلت لي 40 وقلت لي 130، اقول لك 60 تقول لي 30، اديتك رقم اديني رقم. طب اديتك نوع زاوية اديني برضو نوع زاوية. فهنا بيقول لي الزاوية الحادة تتممها زاوية ايه؟ تعال نعملها بطريقة من غير ما نحفظ. الحادة افرض اي رقم للحادة، قول مثلا 50، افرض رقم صح يكون اقل من 90. طب تتممها ايه؟ تقول لي 90 ناقص 50 اللي انا فرضتها تبقى 40، دي اللي تتممها. هل هكتب 40؟ لا، دي الارقام ده انا فرضها عشان اشوف نوع الزاوية اللي بتتممها. لو انا قلت حادة ب50 اللي تتممها 40، طب ال40 اللي تتممها دي نوعها ايه؟ تقول لي حادة اقل من 90، اديتني نوع اديتك نوع. طب بيقول لي تكملها زاوية ايه؟ ما انا فرضت ان الزاوية ب50،
تكملها يعني هما الاتنين ب180. 180 ناقص 50 يدينا 130. طب هكتب 130 برضو لا، انا مدي لك نوع، اديني نوع. اللي ب 130 دي نوعها ايه؟ دي نوعها منفرجة، يبقى اديتك نوع، اديني نوع. طب هنا الزاوية الصفرية تتممها زاوية ايه؟ اقول له والله تتممها يعني هما الاتنين ب90. طب انت بتقول لي صفرية يعني قياسها صفر، اللي بتتممها الزاوية ايه؟ 90 ناقص صفر 90. طب ال90 دي نوعها ايه؟ اقول له قائمة. طب ليه ما كتبتش 90؟ اصل هو مديني نوع زاوية، اديله نوع ما اديلوش قياس. طب تكملها زاوية ايه؟ اقول له الصفرية دي بصفر، اللي تكملها يعني اللي يكمل لي ال180، فهتفضل 180 زي ما هي. طب هكتب 180؟ لا، هقول له مستقيمة. مديني نوع ادي لك نوع. 17 الزاوية القائمة اللي هي قياسها 90 تتممها ان هما الاتنين لازم يبقوا 90. طب هما الاتنين ب90، شيل منهم القائمة ان هي ب90 يتبقى لك صفر. الزاوية اللي بصفر نوعها ايه؟ اقول له صفرية. طب تكملها، هنا الزاوية القائمة اللي هي ب90 عشان تكملها لازم يكونوا هما الاتنين ب180. اطرح ال180 نقص منها ال90 ان هي القائمة يدي لك 90. طب ال90 اللي طلعت معايا دي نوعها ايه؟ اقول له قائمة. الزاوية المنفرجة تكمل زاوية ايه؟ افرض اي رقم للمنفرجة، مثلا 120. طب عشان تكمل اللي تكملها 180 ناقص 120 يدي لك 60. اللي طلعت معاك دي نوعها ايه؟ لازم تديله نوع حادة طالما 60. كده يبقى احنا خلصنا كل افكار الدرس. وخلي بالك الدرس ده مهم جدا جدا، عشان كده طولت لك في الفيديو وحاولت ان انا اشرح لك كل الافكار. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا. لو حابب تتابع معايا باقي المنهج ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو بمجرد ما ينزل. اتمنى لكم كل توفيق واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.